العالم ده كان ايه؟ هو دخول العالم دوت كان من خلال اصلا التمثيل. انت ممثل اه. فبتعرض نفسك فبتعمل لنفسك الصفحه الرسميه فابتديت اعمل من خلال هذه المنطقه. وبعدين قلت انا يعني عندي محتوى ثقافي معين او عندي معرفه ثقافيه معينه ابتدي اشتغل عليها وابتدي انور عليها شويه بحيث ما نسيبش الساحه اللي موجوده في السوشيال ميديا لكل ما هو تافه. ده حقيقي، وخليني احييك لان دايما كان في استسهال السوشيال ميديا، الترند بيتاخد بالحاجات اللي فيها هو يقول لك تبقى لايت، لكن انت خدت ترند بحاجه كونتنت محترم، تاريخ مصر. وهي دي المحاولة اللي أنا بعملها طول الوقت، بقول إحنا بنلوم على بعض الوسائط. يعني بنلوم على السوشيال ميديا على ابلكيشن معين ولا بتاع ان هو تافه. طب هل احنا قدمنا الجد؟ طب ما تقدم الجاد وما تسيبش المساحه للتافه امم. وبعدين تبقى قايل اصل التافه مسيطر. دي المحاوله اللي انا بعملها طول الوقت. ولاني اصلا شغوف بالحضاره المصريه القديمه وبالتاريخ المصري منذ الطفوله، ولاني شغوف بالقراءه في التاريخ اللي ابتدت برضه من خلال مكتبه الوالد في التاريخ العربي، وبعدين لغايه ما مسكت كتاب من كتب الحضاره المصريه القديمه فضربت بها. اه. لاني شغوف ده من زمان، قلت ان انا احاول اقرب المصريين لحضارتهم وتاريخهم من خلال استخدام فنون الحكي. امم. لان اغلب المصريين بيكرهوا التاريخ شويه، يجوز بسبب طريقه العرض المدرسيه ما بيحبوهاش ومش عارفين تفاصيل كتيره حواليهم جميله جدا. ولما لقيتهم في حاله يعني زهق وبيقولوا ان هم نفسهم يسيبوا مصر بشكل من الاشكال، زعلت لان حسيت ان مصر ديت اجمل بكتير من ان هي تتساب، اجمل بكتير من ان احنا نتكلم عنها بالشكل ده. فقررت ان انا اعمل مبادره سميتها مصر جميله، ان انا انزل في الاماكن احكي حواديت هذه الاماكن للناس. استخدام الحكي هو نقطه مهمه جدا كوسيط ما بين التاريخ والاثار وما بين الناس العاديه. توقعت ردود فجاه الافعال؟ فجاه توقعت؟ تحول. لا، لا ما كنتش متوقع ده خالص. أنا كنت متوقع ان الناس بطبيعه الحال هتبقى يعني ايه متماشيه اول حاجه ان معانا. انت فنان وشايفينك، فهيبقى ليك الوهج بتاع هيتابعوك وده لانك فنان وشايفينك. لكن الحقيقه احنا شفناها خدت الترند يعني، آه. وفي بعض الحلقات الناس حبتها قوي، وطريقتك الحقيقه يعني بتصور ساعات كأن انت اللي بتصور، مش جايب، مش حاسين بكرو ضخم، حاسين في سلاسه في الاداء. شوفي اللي حصل ده يدينا رسالة مهمة جدا، يقول ان الجمهور بيعوز كل ما هو جاد. امم. احنا طول الوقت معترضين وبنقول لا يا جدعان ده هو الجمهور عايز كده، ايوه. احنا بنقدم الحاجات ديت لان الجمهور عايز كده. طب هو الجمهور اللي خلى الحاجات ديت ترند خلاها ترند ليه؟ لان هو عايز حاجة جادة بس ما تقدملهوش ما تقدمهاش بس بشكل يكون يعني مضايقه. على الاقل اديله تكة لعبة في الموضوع، تكة حكي في الموضوع، تكة شغف في الموضوع، حاجة حببه بيها. امم. وهتلاقيه هو مسك الحاجة الجادة اللي عندها حد أدنى من الاحترام وعندها حد أدنى من المعرفة وعجبته ووصلها إن هي تبقى ترند. دي رسالة مهمة بيقولها الجمهور المصري، خلي بالك، ومهم إن احنا نأكد عليها. ده أتمنى إن يكون حصل دوت يفتح السكة قدام ناس تانية كتير إن هي تعيد إنتاج هذه التجربة وبأشكالها هي وبنظامها هي